ما حل بالسيد الوزير رحمة الله عليه السي عبد الله باء هو مصاب جلل، لكن نحن كما نقول إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل في هذا المصاب. فهو مصاب رزق به المجتمع المغربي والوطن المغربي قبل أن يرزق به حزبه وحركته الدعوية وأيضا رفاقه وأصدقائه وعائلته الصغيرة. هو كل ما في الأمر فيما يتعلق بظروف وفاته والآن التي تواترت هو أن المرحوم كان بعد أدائه لصلاة المغرب في أحد المساجد القريبة من موقع الحادث انتقل لكي يأخذ نظرة أو لمحة عن مكان وفاة برلماني سابق السي الزيدي الذي توفي منذ حوالي شهر تقريبا، عندما كانت هناك فيضانات في المغرب، وتوفي تحت قنطرة السكك الحديدية متأثرا بغرق سيارته. وهو انتقل إلى هذا المكان لينظر بأم عينيه ويتفحص المكان لعله يجد أيضا سببا من أسباب وفاة ذلك الرجل. فكان قدر الله عز وجل على أنه ارتباطا بظروف الليل وبكون السكة الحديدية كانت مباشرة فوق الممر الذي غرقت فيه سيارة البرلماني السابق، الظاهر أنه لم ينتبه أو لم يكن عنده من الوقت ما يسمح له بأن يهرب لما قدم القطار، وبالتالي صدمه القطار فوق السكة وهو يتفقد مكان وفاة راحل سابق قبله.